السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير وكامل في احسن الاحوال. واخيرا طليت عليكم، راح تقولوا لي توحشناك وين رحتي وين جيتي ولا غير هذا وين كتبت باش نجي نطلع عليكم هكذا بفيديو كما تحبوا نتوما، فيديو في الطاقه الايجابيه. شوفوا ديتكم معايا تحويسه كما شفتوا من العنوان، تحويسه للعاصمه. يعني هايله، على بالي راح يعجبكم الفيديو، على بالي بلي راحين تسمعوا معايا. كما راكم تشوفوا بديت لكم من بداية الرحلة للنهاية، صورت لكم كامل التفاصيل. كنت حطيت لكم رحلات اللي رحت لبوسعادة ورحت لتيكجدة باش نهو، درت لكم شورت برك شغل هكذا ملخص حطيت لكم تشوفوا. المره هذه تعمدت اني ندير لكم فيديو تفصيلي. بزاف لي ميساج قالوا لي حطي لنا فيديو كيما مالفه، حطي لنا فيديو مفصل كيفاش رحتي مع من رحتي. بزاف اسئله جاتني، ايا حبيت الرحله تاع العاصمه نديرها لكم في فيديو مفصل. ما درت لكم الشورت كيما تاع تيكجدة بوسعادة، هذوك درت لكم هكذا شغل ريل برك. المره هذه قلت لكم حبيت نهضر لكم بالتفصيل كيفاش رحت لبوسعادة وتيكجدة والعاصمه هذه المره الثانيه وانا نروح. هذه راهي رحلات عائليه. كيفاش رانا نروحوا في الكار في اي بي مع بعض عائله. هذا الحافلات هذوك اللي تاع المرسيدس هذوك يهزوا 14 شخص. شوفوا هذه هي الصورة تاع هذه الحافلة اللي رحنا فيها. ثم هذه اللي يحب يكريها هو والعائلة تاعو، مثلا اختك وخوك وهكذا عائلة في بعضهم. برك قلت لك تهز غير 14 شخص. هذه تاع انس فواياج، حنايا نأجروا الكار هذه ونروحوا عائله مع بعضنا. انس فواياج كنخلي لكم النيميرو تاعو تاع التليفون، يحب يروحوا هكذا رحلات في اي بي، ما يحبوش يختلطوا مع الناس، ما يحبوش يروحوا مع الناس. هذه على بالي بلي راح تساعدهم بزاف بزاف. حنايا مره رحنا لبوسعادة، رحت انا وخالي خالتي، رحنا في عائله تاع دارنا، لمينا بعضنا في 14 شخص ورحنا لبوسعادة. درنا رحله ما شاء الله، كنت حطيت لكم عليها شورت. تيكجدة كانت شغل صحابات، شغل اصدقاء مخلطين في بعضنا. وتوما ثاني قلت لكم يحبوا يروحوا صحابه مع بعضهم، يحبوا يروحوا عائلة مع بعضهم، كيما تحبوا نتوما. هنا راني نشارك معكم في الطريق. هنا حبسنا في ستاسيون. هذه الحلويات تاع بسمة ناصر اللي كانت راحت معايا في الرحله هذه تاع العاصمه. دوكا في الرحله تاع العاصمه نص من العائله تاعي ونص من العائله تاع بسمة ناصر. بسمة ناصر اللي فاتحه محل حلويات سوى المسجد الامير، نورمالمون تعرفوها كامل تعرفوها. قالت لي هي كي شفت الرحله تاع بوسعادة والرحلات اللي فاتوا، قالت لي لازم المره هذه نديروا رحله تاع صحابات مع بعض. ايا رحنا شوفوا واحد لومبيونس، واش نقول لكم، هي ولادها واختها وحنا ثاني والعائله تاعي. جات زوج عائلات كرينا، رحنا في الكار هذه. قلت لكم تهز 14 شخص. تحبوا ديروا جيد، تحبوا تروحوا وحدكم، يعني ما شاء الله جيو غير حنا برك. درنا واحد لامبيونس واحد الزهو. مهم ديستيناسيون عاصمه، رحنا للعاصمه. دوك نعرف لكم الاماكن اللي رحنا لهم وزرناهم، يعني فاتت ما شاء الله ما شاء الله. بسمة ناصر يعطيها الصحة، شوفوا الرحلة معاها ممتعة، وبربي إن شاء الله ماشي آخر مرة راح نزيد نروح معاها، راح نعاود نروح معاها رحلات وحدين أخرين. أنا فواياج ما تتصوروش واش عجبتني معاهم الرحلة، لأنه ماناش مع الناس، رانا مخليوك على راحتك وحدك، الدوري تحوسي كيما تحبي ديري. تحبي تروحي غير تي والعائلة تاعك، تحبي غير صحاباتك يحبوا دراري وحدهم، صحاب وحدهم، يعني كيما تحبوا هكذا تجي في اي بي مش مختلطة ومحترمة، ويعني كلش هايل. ثم رايحين بلاصه بعيده مثلا، ما نضلوش نديو في 2 سيارات و3 سيارات، تروحي في الحافله في اي بي يديك وين راكي حابه انت، اللي تخيري المكان وانت تخيري البلاصه اللي تساعدك انتيا. يعني والله ما شاء الله. خليكم رقم الهاتف على بالي باللي بون بلون، على بالكم كون ما تكونش حاجه جديده وحاجه مليحه ما نهدرش عليها، ما نهدرش على اي حاجه. انا كون ما عجبونيش ما نجيش نحكي لكم عليهم وما نجيش نهضر لكم عليهم. اي وحده حابه تروح تدي تخرج ولادها وحابين يروحوا اون فامي، ولا يروحوا صحابات، ولا يروحوا هكذا في عائله في رحله في اي بي محترمه، كونتاكتيو ناس فواياج. شوفوا في لاباج تاعو تلقاو ثاني يحط لكم الرحلات كامل اللي يروح ليهم، ولا حابين نتوما تخيروا البلاصه ثاني نورمال. قلت لكم هنايا راني نهدر وفي نفس الوقت راني نصور لكم شويه مقتطفات من شوارع العاصمه. يعني جاء نهار ربيعي، النهار اللي رحنا فيه كان بالجمعة هذه اللي فاتت، يوم جد رائع ممتع. تمتعنا، بدلنا جو، شتو الطاقة الإيجابية. مام الولاد مساكن هذيك الطاقة السلبية تاع الامتحانات كامل خرجوا الطاقة، يضحكوا لعبوا، زهينا، بدلنا جو.
والحاجه المليحه ثاني بالجمعه ما كانش سيركيلاسيون في العاصمه، ما كانش. شوفوا راهي الحاله فارغه، دوروا براحتكم تتمتعوا يعني ولا اروع. شوفوا لي هذاك المنظر. رحنا ساحه الشهداء، رحنا المقام الشهيد، رحنا حديقه الحامه. دوك تشوفوا معايا، شوفوا الله يبارك هذيك المناظر. بلادي ولا غير ما شاء الله عليها، يعني بلادنا شابه بزاف بزاف بزاف. يعرف يحوس في بلادنا، عندنا اماكن جد مميزه، يعني عندنا بلايص ملاح. ماشي بالضروره انه تخرج خارج البلد باش تدور ولا تحوس. مام في بلادنا كاين بلايص يعني لازم نكتشفوهم، لازم نشوفوهم، لازم يعني ما شاء الله. هنا يعني صورت لكم مقتطفات من ساحه الشهداء. طبعا هنا الجروب صوروا داروا فوتوات مع الحمام، فيديوهات. راني حطيت لكم تفاصيل، يعني اللي يتابعوني في الانستغرام راني صورت لهم فيديوهات حطيتهم في الانستغرام. كما قلت لكم اللي ما عندهاش انستغرام طلع انستغرام، تابعني. يومياتي راهي ديما في الانستغرام. هنا كنا رايحين لاكاسبا، رايحين للقصبة. شوفوا شوارع يعني الجزائر يعني ما شاء الله عليها. حبينا شوفوا، كنت حابه ندير تجربه تاع الحيك الجزائري. نعطيكم مقطع منه في بدايه الفيديو. الحيك يعني هذا الترند راهم داير حاله في التيك توك، في مواقع التواصل. حبيت نشاركه ونديرو. قلت للبسمه لازم انا وياك اليوم الحيك ونديروا صور بالحيك. انا قلت لك رحنا درنا جوله في المتحف، جوله في شوارع القصبه. طبعا كيناهم اكثريه مغلوقين، ما من المطاعم اللي يبيعوا الكبده ويبيعوا الحوت وهذو كامل مغلوقين لانه الجمعه. سما شفنا بوخفيف برك. شفنا هنا دوره في القصبه، وزدنا رحنا لدار للهم. دار للهم هذه هذه هي دار عادي ساكنين فيها الناس، يجيوهم الزوار يدخلوهم يصوروا بالحيك ويشوفوا الدار هذه ويصوروا بالحيك ويديروا خيط الروح الجزائري وتسلكوهم وتروحوا. يعني ما شاء الله. قلت لكم هذه راهي دار عادي، نوضوا صباح يوجدوها، يجيهم السياح، وكي خلاص وقت السياحة عادي يرجعوا لروتينهم العادي. دار عادي ساكنين فيها الناس. شوفوا كي تلبسوا الحيك تسلكوا 20,000 الشخص الواحد، وكي ديروا خيط الروح تزيدوا 20,000. إذا حابين تديوا الحيك وتروحوا برا وتصوروا به في شوارع القصبة 50,000. احنا درنا الحيك ودرنا خيط الروح وصورنا به. شوفوني أنا وبسمة هاي بسمة هذه الأولى وأنا اللي وراها، هاني قاعدة نخبر فيها. بسمة ناصر تشوفي خرج عليها الحيك ما شاء الله. مهم درنا صور فيديوهات. درت فيديو ريل في الانستغرام. يعني شوفوا واحد الضحك. مام الجروب اللي معانا، البنات اللي معانا كامل لبسنا الحيك. واش نقول لكم، جينا ما شاء الله ما شاء الله وخلاص. يعني روعة. اني حطيت لكم في الانستغرام، حابين تشوفوا تفاصيل اكثر روحوا شوفوا. كيما تعرفوا ما نقدرش نصور على 2 مرات نفس اللقطه، بك الوقت لازم التصوير يحب الوقت بزاف بزاف بزاف. تلقوني نصور شويه الانستغرام شويه اليوتيوب، والله تعبه وخلاص. على جالكم كامل ولا غير قلت ندير لكم تشوفوا هكذا مقتطفات. هنايا شوفوا هنايا تقول راكم في الكورنيش، تقول راكم في تركيا ولا كاشي بلاصه. يعني ما شاء الله راحه نفسيه وخلاص. بدلنا جو، غيرنا، تحسوا بواحد الراحه. مام الاولاد الطاقه تاعهم تلقاوها. شوفوا رحله كامله هما يهضروا يقولوا غير نرجعوا العاصمه وخلاص. هنا زدنا رحنا درنا دوره في المول جاردن سيتي، كان فارغ. هذاك وين فتحوا شغل الجمعه بعد صلاتكم شفتوا. درت لكم هكذا جوله خفيفه بركه، فارغ اليوم الجمعه وخلاص. بعدها رحنا لحديقه التجارب الحامه. زدت درت لكم لقطات هكذا تشوفوا، وكملناها بالمقام الشهيد والمسجد الأعظم. هذه هنا مقتطفات من حديقة الحامة. نفس الشيء يتوقفوا يديروا صور، يلتقطوا فيديوهات. يعني يعجبهم الحال بزاف بزاف. قلت لك ما من الرحلة هذه عجبتني. شوفوا مع العائلة عندها شارم، ومع الصحابات عندها شارم. كل مرة كيفاش يعني نروح ونرجع، كل مرة تجيني يعني أروع من الأخرى. خاصة كما قلت لكم رانا VIP، ما كانش البراني. والله ما شاء الله. شوفوا درت لكم لقطات هكذا خفيفة في الحامة. شوفوا لله يبارك ما شاء الله. راحة نفسية، راحة نفسية وخلاص.
وبربي ان شاء الله مازال مانيش مش راح نبركه. كل مره نكتشف هكذا تجيني مكان ندي العائله نعيط للانس فواياج ونروح نقول له جيب لنا الحافله ونروح. عجبتني بزاف ما نكذبش عليكم. قلت لكم بدل انه تديو 2 سيارات 3 سيارات خاصه في الصيف. احنا كيما في الصيف كيما رحنا في البحر دينا 3 سيارات 3 سيارات حنا بتنا وتلقاو وين تكاريو سيارات بصح هكذا تجي مع بعض. هي لومبيونس كي تكونوا مع بعض تجي هايله تجي روعه كامل ملمومين في بلاصه واحده تجي هايله. هنايا رايحين من حديقه الحمام تخرجوا تلقاو تيليفيريك هذا تيليكابين يطلعكم المقام الشهيد تركبوا فيه تسلكوا 2000 فرنك للواحد نورمالمون. هي 2000 فرنك للواحد هاو تركبوا فيه ويطلعكم الفوق يطلعكم باش تروحوا تشوفوا مقام الشهيد. هذه تجربه مليحه ثاني ما تجربهاش تجربه رائعه. شوفوا اني صورت لكم وحنا طالعين شويه الكاروات فلو هكذا بصح تديو فكره على الاقل تديو فكره. شوف يطلع بكم الفوق وتحضروا تلقاو روحكم في مقام الشهيد. نفس الشيء كي ترجعوا تعاودوا ترجعوا في نفس التيليكابين. وشتو تيكيات اللي تخرجوا بهم من حديقه الحمام تروحوا لمقام الشهيد كي تعاودوا ترجعوا تخليهم عندكم ما تطيشوهمش باش تعاودوا تدخلوا ثاني للحديقه ترجعوا من مقام الشهيد وتدخلوا الحديقه وتخرجوا. يعني متعه وخلاص. والمره هذه ولا قلت لازم نشارك معكم شويه نتوما ثاني على بالي طولت عليكم وعلى بالي توحشتوني وتحبوا الروتينات ولي بلوغ تاع التحواز بصح الله غالب شو الخدمه والعقارات والضغوطات الانستغرام ما نقدرش نوفق بينهم كل نولي شويه شويه مره منا وخلاص. هنا مقام شهيد وصلنا. شوفوا المساحه هذه كامل اللي يلعبوا فيها الاولاد عجبتهم بزاف. عندهم يركبوا سيارات يركبوا تورتينات يركبوا دراجات. شوف متعه وخلاص يقعدوا غير يلعبوا رايحين جايين. كاين وين يبيعوا تاي كاين وين يبيعوا هكذاك ما تحبوا تشريوا الماء ولا كاينين هنايا. شوف والله يبارك تلقاو الاولاد ما عندكمش وين تخافوا عليهم يطيحوا ولا شو المساحه خليه يجري على روحه هذيك الطاقه كامل يخرجها. شوف طحنا في جو رائع النهار ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا كاين هذاك الرجل الذهبي والفضي هذو مشهورين بزاف في تيك توك يضلوا ينعسوا فيهم تصوروا معاهم 20 ما صورناش معاهم حنايا. المهم تحب تلتقط مع هذاك الذهبي والفضي ب20,000. شوفوا لي الله يبارك المساحه اللي هي الاولاد هذو كامل راهم يلعبوا. شفتوا لي قلت لكم حتى وخلاص. يعني يعطيه الصحه انس فواياج يعني شبع ما ندمتش اني تعاملت معه. شوفوا لي الاولاد مكان وين يلعبوا وين يتفرهدوا وين ما شاء الله. ومن بعد عاودنا رجعنا في نفس التليفيريك كيف ترجعوا من ثم تركبوا في التليفيريك ما راني نعسكم. شوفوا المنظر منا البحر شوفوا يعني المنظر راهو يعبر على نفسه. شوفوا الغروب شوفوا السحاب كيفاش راح يولي وقت الغروب ولا اروع. نفس الشيء عاودنا ركبنا ونزلنا دخلنا للحمام وخرجنا من ثم مباشرة رحنا المسجد الأعظم لقيناه مغلوق لأنه يفتحوا غير وقت الصلاة برك في الجمعة وخلاص. صورت لكم هكذا من برا منظر خفيف على المسجد وروحنا. المهم بس ما ناصر قلشتنا هذه حلويات هذو قاطوات. الصباح جابت لنا هذاك القاطو العشيه جابت لنا تحليات هذو كان هنا وراح اني حطيتهم في الانستغرام ما جيت نخلص التصوير لقيتهم كلاوهم خلصون. كنت حابه نعزلكم خدمتها مره اخرى ان شاء الله. هنايا رحنا للمسجد الجامع الاعظم لقيناه ما قدرناش ندخلوا لداخل ثم تجيو وقت الصلاه بالجمعه تقدروا تصليوا فيه. حنايا الرحله الاولى تاع العاصمه رحنا كيما كان معرض الكتاب مفتوح دخلنا ليه رحنا صلينا فيه. المره هذه ما قدرناش. شوفوا لي الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا معايا من حي ثابت بوزيد العلمة ولاية سطيف بالضبط في عمارات معلم هذو اللي راكم تشوفوا معايا. حبيت نشارك معكم عيادة طبية مختصة في الطب التجميلي والليزر هذيك اللي جايه في الطابق الاول. هاي هنا في الدخلة تاع ثابت بوزيد في عمارة المورقي معلم بروموسيون تاع معلم. هذه عيادة طبية تاع بن يحيى سارة.
هي عيادة تجميل يعالجوا جميع أنواع ومشاكل البشرة للنساء للرجال. عندهم أحدث التقنيات والطرق، يعني يخدموا لكم بوسائل جد جد متطورة. أول مرة في مدينة العلمة يكون عندهم هذا التقنيات هذو. مام اللازير تاعهم الليزر تاعهم راهو من كلاريتي دو، حاجة اول مره تكون في العلمه، وحاجه واو، حاجه كاليتي، حاجه يعني ما شاء الله وافيكاس. قلت لكم يعالجوا جميع المشاكل من التنظيف من حب يعني مشاكل البشره كامل، مش راح نسميهم لكم كامل. تدخلوا للصفحه تاعهم، نخلي لكم صفحه تاعهم تاع الفيسبوك انستغرام في صندوق الوصف، تدخلوا ليهم. اللي عندها مشكل تتواصل معهم تعيط لهم. يعني حاجه ما شاء الله، يعني شرف كبير انه في مدينه العلمه عندنا عياده كي من هذه، خاصه النساء على بالي بلي تحتاجوها بزاف خاصة في الليزر. عندهم قلت لكم إزالة الشعر نهائيا بالليزر. الليزر تاعهم راهو متطور بزاف، حاجة مليحة. بلاصة كي تروحي تستراحي تقعدي، المعاملة تاعهم يعني ما شاء الله. شوفوا احنا نعرف قداش من وحدة جربتهم ولقيت خدمتهم يعني ما شاء الله، وانا ثاني راح نجربهم ونزيد نهضر لكم عليهم مره اخرى. هذه مش راح تكون مره هذه وخلاص، راح تكون عندي معهم معاملات ونجرب خدمتهم. قلت لكم انا كل ما نصحونيش بها وما قالوا ليش وما جربوش عندهم ما نجيش نهضر لكم عليها. حاجه واو، يعني حاجه شرف لمدينه العلمه انه تكون عندنا عياده كي من هذه. خليكم رقم الهاتف تاعها يعني باش تتواصلوا. اللي عندها سؤال استفسار مرحبا بكم، تحبوا تجيو هنايا ارواحوا، راح نتهلاو فيكم. يعني معامله تاعهم ما شاء الله. اي وحده عندها مشكل في البشره تاعها ولا في الجسم تاعها تقدر تتواصل معها ولا تجي ليها تشوف لها المشكل تاعها. قلت لكم راهم ان شاء الله يا ربي تقريبا تلقاو عندهم الحلول كامل. شكروها لي بزاف وجربوها عندهم بزاف. حبيت نزيد نشاركها معكم باش تستفادوا. طبعا ديما راهو الفيديوهات تاعي راني نقول لكم دائما للافاده باش كامل تستفادوا وتشوفوا جديد وتشوفوا واش كاين في العلمه. ماسريات تاعهم يعني هايل. كلش عندهم كلش وسائل جد متطوره. سيداتي كي تجي هنا راح تستراحي بزاف. فوالا راح نخليكم رقم الهاتف، خليكم باش تتواصلوا معاهم باش تعيطوا لهم. هذه هي اللي يعرفوا للاجهزه تاع اللازير على بالهم بلي هذا كلاريتي دو هذا راهو من الاجود الانواع، هذا راهو من مليح بزاف. هاني صورت لكم كلش طوال عينيكم باش تشوفوا. دوكا نروحوا مع بعض، نخرجوا نروحوا لشارع البشير قصاب. راح نشوفوا افتتاح جديد في مدينة العلمة وراء مسجد الأمير بالضبط. كاين عيادة أسنان فتحت جديدة. قلت لكم شوفوا هذا مسجد الأمير الكارتي اللي وراه قد شارع البشير قصاب. فتحت هذه العيادة الطبية، عيادة طب الأسنان. هي في الحقيقة طب وجراحة وتجميل الأسنان. يعني عنده أي مشكل في الأسنان تاعو يديروا تقويم، يديروا تنظيف، يديروا زرع، يديروا شوفوا أي حاجة يخدموها، يديروا تقويم. الله يبارك يخدموا كلش. خدمة نظيفة ما شاء الله. قلت لكم أنا تعاملت معهم مرة كي فتحوا، ويعني كانوا في القمة في المعاملة ولا في خدمة تاعهم يعني ما شاء الله. هما في الحقيقة كانوا فاتحين من قبل، كانوا فاتحين في سطيف وغيروا هنا ولاو في مدينة العلمة. باش تشوفوا الخدمه تاعهم دخلوا صفحه تاعهم تاع الانستغرام، حاطين لكم الخدمه تاعهم كامل قبل وبعد، كيفاش يكونوا الاسنان، كيفاش يرجعوا. قلت لكم اي حاجه عندها علاقه بالاسنان هما يعالجوا لك المشكل، من الزرع، من التجميل، من التنظيف، من كلش. يعني الله يبارك ما شاء الله. ويخدموا حتى ل8 تاع الليل. عندها مشكل تاع ضرسه، عندها مشكل حابه تنحي ضرستها ولا بلومباج ولا ما باليش، يخدموا حتى ل8 تاع الليل. حاجه يعني مليحه. قلت لكم خدمتهم متقونه نظيفه منظمه. اذا حابين تشوفوا خدمتهم ادخلوا لاباج تلقاو الخدمه تاعهم كامل حاطينها قبل بعد، كيفاه يكونوا، كيفاه يرجعوا، النصائح اللي يعطيوكم. يعني الله يبارك ما شاء الله. هذو ثاني قلت لكم من دمتش اني تعاملت معاهم، يعني كانوا في القمه تاع الصح. وكما قلت لكم راهي خدمتهم اللي تهدر عليهم، خدمتهم هي اللي تهدر عليهم. تحبوا تشوفوا الخدمه تاعهم خشوا الصفحات تاعهم فيسبوك ولا انستغرام تلقاو الخدمه تاعهم كامل معروضه. راح نخلي لكم رقم الهاتف وصفحات تاعهم باش تتواصلوا معهم.